راح تشوفوني لوحدي. لا، الناس اللي كنتوا تشوفوها معي على السوشيال ميديا ما راح تكون متواجدة معي بعد اليوم. أنا وياهم علاقتنا في الخاص لساتها تمام، أنا ونورس في الخاص تمام، ورجعنا ومرتبطين أنا وياها، لكن ما نعرض أشياء على السوشيال ميديا. فبرجع بقول ما راح تشوفوني بناء على طلب طارق، موافقتي على موضوع نورس. فالشي قدر أنا موافق عليه، فما عندي أي مشكلة فيه. اخواتي ظلوا كلياتهم حبايبي، ناس بتحبني وناس انا بحبه، ما في اي مشاكل بيناتنا. رجاء لا تسوون لنا دراما، والله العظيم انا ما بدي احكي بالموضوع، لكن جبرت لانه عم شوف حالة طارق عم تتأزم من وراء الكلام اللي انتم عم تقولوه. فانا حبيت احكي. انا بتعرفوني، انا قلت لكم صار لي اسبوعين ما بدي احكي باي موضوع ولا شيء، لكن يا شباب لا تزعلوا. طارق حدا بينحب، حبوه، تكونوا معاه، انسان جدا 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 بتحبه. وكمان نورس بعثوا لها رسائل حلوة على الخاص، وهذا هو الموضوع كله. أنا ما راح تشوفوني إلا لوحدي، والرجال لوحده، فهموها في السوشيال ميديا وليس الواقع، وإلا لوحده. أحبكم، راح أفتح لكم تعليقات، تفضلوا اكتبوا.